في إطار أهمية دور التعليم الفني في إعداد الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة كأيدي عمل ماهرة لسوق العمل، تستعد مديرية التربية والتعليم بنادي المعلمين بالإسكندرية لافتتاح المعرض الرابع لمنتجات التعليم الفني، والذي يشارك فيه نحو 30 مدرسة صناعية وزراعية وتجارية وفندقية، وبمشاركة كافة الطلاب والطالبات بمنتجاتهم المختلفة من كافة التخصصات، منها أعمال النجارة والصناعات الخشبية وأعمال الزخرفة واللوحات الزيتية وأعمال المشغولات المعدنية وغيرها. يبدأ المعرض من غد الموافق 16 من أبريل الجاري ويستمر حتى 18 من ذات الشهر. Education Director at Teachers Club in Alexandria undertakes its preparations to inaugurate the 4th exhibition for the technical education products with the participation of all students from 30 industrial, hotel, agricultural and commercial schools. The 3-day exhibition will start tomorrow. It comes within the framework of the key role played by education in preparing the trained technical cadres as clever labor to cope with needs of the market. Édition de la foire des produits des écoles techniques du gouvernorat d'Alexandrie sera inaugurée demain au club des enseignants situé au quartier de Roujdi. Plus de 30 écoles techniques participeront à cette foire qui sera organisée par le sous-secrétariat de l'éducation et de l'enseignement. La foire proposera une très grande variété de produits alimentaires, de vêtements, des objets en bois et des meubles. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم نواصل تقديم فقراتنا في الإسكندرية اليوم. غدا إن شاء الله هيتم افتتاح المعرض السنوي الرابع بنقابة المعلمين في إطار الاهتمام بالمدارس الفنية وبمنتجات الطلاب، حيث يشارك في عرض منتجات في هذا المعرض أكثر من 30 مدرسة صناعية وزراعية. طبعا ما في شك أن إقامة هذه المعارض بتأتي في سياق محاولات تطوير التعليم الفني، بتأتي تشجيعا للطلاب، بتأتي تشجيعا لعرض منتجاتهم وإيجاد سوق لتسويق هذه المنتجات، مما يشجعهم أكثر وأكثر على تطوير قدراتهم الإبداعية. خلينا نشوف استعدادات هذا المعرض اللي هيتم افتتاحه غدا زي ما قلت في سياق التقرير اللي عده زميلنا علاء شرف من خلال لقاءاته مع الأستاذ جمال جاد مسؤول معارض التعليم الفني والأستاذة قسمة مصطفى منسق المعارض التعليم الفني بالإسكندرية. فلنتابع. الأستاذ جمال جاد مسؤول المعارض بالتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. أهلا بيك. أهلا ومرحب بكم في معرضنا الرابع. إن شاء الله تشرفونا، والناس جميع الزوار هينبهروا بمنتجاتنا. لو اتكلمنا في البداية عن استعداد التعليم الفني لإقامة المعرض غدا إن شاء الله. إن شاء الله إحنا مستعدين تماما، واحتمال كبير سيادة الوزير جاي لنا والمحافظ جاي لنا وبعض رجال الأعمال يشوفوا منتجاتنا الجميلة ويشوفوا التعليم الفني وأولادنا، وإحنا قادرين على أي أعمال نقوم بها. اتفضل. لو اتكلمنا على أهم المنتجات اللي بيقدمها للطلاب التعليم الفني اليوم. إحنا عندنا منتجات جميع الصناعات، عندنا منتجات خشبية، منتجات نسجية، جلود، معادن، عندنا كمان قسم الميكانيكا عنده CNC، الخراطة، الكهرباء، الكمبيوتر، الإلكترونيات. عندنا كمان قسم للموهوبين ما بين رسم وابتكارات لبعض طلابنا. هل سيتم طرح المنتجات الطلاب للمواطنين؟ جميع المعروضات معروضة للبيع، احنا في البيع المباشر،
كل المعروضات اللي داخل المعرض معروضه للبيع وباسعار زايده. بس احنا بنحبب المجتمع في التعليم الفني، بنغير نظره المجتمع للتعليم الفني. التعليم الفني هو اللي جاي، هو امل مصر، وطلابنا مستعدين تماما للدخول في العمل. لو اتكلمنا بقى كمسؤول عن التعليم الفني او المعارض، لو اتكلمنا هنا عن كيفية ربط طالب التعليم الفني بالسوق الخارجي للعمل على خرط الطلاب داخل سوق العمل. احنا في تطوير للمناهج، فالطالب عندنا يواكب سوق العمل، زائد ان عندنا في وحدة للتوظيف. بقت النهاردة جميع الشركات تتهافت على طلابنا، وبيجي ياخدوا الطلبة عندنا بيروحوا يشتغلوا في المصانع، وفي طلبة بتروح تشتغل بعد نهاية الدراسة مباشرة بعد الظهر بأجر بسيط. لكن هي بعد ما بينهي 3 سنين عنده او 5 سنين عندنا في التعليم الصناعي بيروح يشتغل مباشرا في المصانع. المصانع عايزاه، محتاجه. انا لما اعرف ابني المصنع محتاجه يبقى لازم اظبطه عندي، ادربه عندي كويس عشان يطلع عندي مش محتاج تدريب تاني. يبقى المصنع اللي يشكرني على كده، انا ربيت ابني على مهنه فراح اشتغل مباشر، فبيتدرب بقى على حياته، كمل حياته بقى في المصانع. ده المعرض الرابع، ايه الجديد اللي بيقدم من خلال هذا المعرض هذا العام؟ احنا لما طورنا المناهج اتطورت الصناعات، فبالتالي الطالب بقى دلوقتي بقى ماهر، والمدرس بقى ماهر اكتر. لما ضربنا المدرس عطى الطالب بقى دلوقتي يقدر ينتج. جميع معارضاتنا ديت اشغال طلبه. الاستاذه اسماء مصطفى، منسق عام المعارض بالاسكندريه، اهلا بيك. اهلا وسهلا، زي حضرتك، شرفتونا في المعرض. لو اتكلمنا النهارده عن استعداداتكم لافتتاح معرض التعليم الفني غدا ان شاء الله. طبعا احنا بنستعد من فتره، من شهرين، بنلف على المدارس وبنشوف ايه هي المنتج الطلبه النافع اللي هو بيعمله خلال فتره السنه، وبنحدد المنتج اللي هو هيجي في المعرض، بنحدد المدارس اللي هي جايه. فبناء على في المعرض هذا العام حوالي 19 مدرسه ان شاء الله. لو اتكلمنا عن الجديد من خلالها الجديد ان هنا عندنا في وحده منتجه عارضه حاجات جميله او شغل جميل جدا اول مره يتعرض السنه دي، وعندنا في مستثمرين تبع مدارس برج العرب برضو عارضه شغل جامد قوي، برضو حضرتك هتفرح بيه قوي لما تشوفه. مستثمرين تبع مدارس برج العرب الزراعيه. هل مستقبلا سوف يتم ربط طالب التعليم الفني بسوق العمل من خلال اقامه مدارس داخل المصانع؟ هو بالفعل عملنا كده، بالفعل في مدارس تمت انشائها مدرسه داخل مصنع جي في نايل في المنطقه الحره، وفي مدارس وفي مصانع ثانيه بالفعل تم انشائها، وان شاء الله بناء على في وحدات توظيف اللي هي وحده تيسير انتقال لسوق العمل بتعمل اقصى جهدها ان هي تكبر الموضوع دوت، على اساس ان احنا نطلع عامل ذو مهاره عاليه وخبره عاليه، على اساس ان دلوقتي الاستثمار كله ناشئ على المصانع الجديده. فاحنا طبعا نتمنى يعني ان يكون في ان شاء الله فرص اكبر ان احنا نوفر عامل فني ماهر، ما نحتاجش ان احنا نستورد عماله من بره.